فيديو ماشي انه في غزة طالعين ورافعين علم الملك محمد السادس، وفي شخص كان يتكلم ويقول انه حركة الشباب المغربية المتواجدة في غزة. انت حسب معلوماتك الان كفلسطيني من غزة، انت في حركة شباب موجودة اسمها حركة الشباب المغربية بصراحة؟ صرح دقيقة دي، نقطة عشان نصل أفهم. أنا بدي إياك توضح كل كلمة بتحكيها توضحها عشان المشاهدين ما يملوش. أنت الآن قلت رئيس حركة المقاومة الإسلامية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الجهاد الإسلامية حماس إسماعيل هنية صرح إنه آه عندك عندك التصريح. ورجيني إياه، ورجيني إياه. أها. وقف. لا لا لا، شايب، هاي نقطة قوية بصراحة. انت بتعرف ان النقط القوية زي بوقف عندها. انت الان بتتكلم عن الجزائر بتقول فيها دعارة، بس الجزائر فيش عندها، مش عندها، ما عندها السياحة. لو سمحت، لو لا، بكل اريحية خلينا نوصل لمعلومة جميلة. انت الان تكلمت قلت المغرب فيها دعارة والجزائر فيها دعارة، بس الجزائر احنا بنشوف فيش دولة مش سياحية، ولا شو رأيك انت؟ لو سمحتي يا سارة، لو سمحتي. اها. كلام جميل، نقاط جميلة بصراحة، تفضل. اسمها أم عيون، اسمها أم عيون ولا العيون؟ تفضل. أها. يعني أنت الآن، أنت لو سمحت، يعني أنت الآن تعترفش في دولة الصحراء الغربية، مظبوط؟ اللي هم جبهة البوليساريو. لا 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 لا، دقيقة، خلينا نقطة، الله يرحم لك الوالدين. أنت الآن من طريقة توضيحك أنك أنت بتعترفش في قضية الصحراء، مظبوط؟ أنها مش تابعة للبوليساريو. مهم. مهم. يعني انت الان دقيقة يا اخي العزيز لو سمحت، انت الان تقصد انه كمال البوليساريو
سرقوا علم فلسطين. صح. سرقوا. بس نكون واقعيين. دقيقة دقيقة لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، يعني انت الان نكون واقعيين بصراحة، نتكلم في المنطق والعقل. انت الان تتكلم بتقول ان البوليزاريو سرقوا علم فلسطين، كذلك الامر الاردن، انت شايف الاردن علم فلسطين. انت كذلك الامر الامارات، لو سمحت، الامارات، الكويت، انت فهمت علي؟ حتى السودان، بتطلع على الاعلام بتلاقيها كلها مشابهة لبعض، مزبوط ولا لا؟ صح. مظبوط. يبقى لو سمحت، خلص نقطة. يبقى البوليزاريو ما سرقوش علم فلسطين. صح. الكويت، لا دقيقة، الآن أنت بتناقض في كلامك، يا بتستغبى في حالك وأنا أنت بتعرفني أنا بحبش الغبي. لو سمحت، أنت الآن بتقول الدول ضحت في دمائها من أجل علم فلسطين أو من أجل فلسطين. الإمارات ما ضحتش، الكويت ما ضحتش. صح. السودان ضحت. لا دقيقة، لا مش ما دعمتش. انت الان بتناقض في نفسك يا اخي المسلم، بتناقض في نفسك. ليش؟ انت الان بتقول الامارات مطبعة، وانت رجعت الان بتقول دعمت فلسطين. بيش بالخيانة. بالخيانة. دعمها بالخيانة. من هو من هو انا بس ما عملوش اتفاقية دفاع مشترك يا اخي العزيز. لا بس نكون واقعيين يا شعيب، نكون واقعيين بصراحة يعني. انت الان لما تعمل اتفاقية دفاع مشترك مع دولة، فانت الان يعني بتتوقع 99.9%، الواحد طبعا شلناه، انه يعني لو صار حرب الان مع الكيان الصهيوني في اي دولة عربية الان راح تشارك فيها المغرب، مزبوط ولا لا؟ ليش؟ لا دقيقة يا باي عليك، انت هذا انت في السياسة بعرفش انت طالع تتكلم ولا تفهم بالسياسة، ولا انا مش عارف يعني انت كيف النظام تبعك في الحياة. لا دقيقة سارة لا. يا اخي العزيز لو سمحتوا، لو سمحتوا الله يرحم الكل والدين، نتكلم شوي لو سمحتوا. شوي نقاش الان بيني وبين اخوي الفلسطيني 10 دقائق، خلي المشاهدين يستمتعوا. ماشي. طبعا يا اخي العزيز نكون واقعيين. الان انت بتتكلم بتقول الان الجزائر دعمت الفرنسيين مع الجزائر ضد المغرب، مظبوط ولا لا؟ والبوليساريو كذلك الامر وايران. دقيقة قطعت عليها الوقود. ليش الوقود هو إلها ولا للجزائر؟ للجزائر. حر. ماشي. ماشي. احنا نكون واقعيين. انت الان تتكلم عن فرنسا. فرنسا الان يا اخي العزيز، المغرب كان تحت الحماية الفرنسية، يعني كيف مستحيل يعني انت تحت الحماية الفرنسية، والجزائر كذلك الامر كانت محتلة من فرنسا، مستعمرين استعمار، وانت كنت يا مغربي مدلع. ما فيش عندك حرب، ما فيش عندك اشي، ماكل شارب نايم لابس طايح طاشش بطيارة، سفر روحات جيات، امورك طبيعية. انت الان تحت حماية. لما الجزائر كانت مستعمرة استعمار، تعرف شو معنى كلمة استعمار؟ بتعرف شو معنى كلمة حماية؟ يبقى ايش؟ يبقى فرنسا ما لهاش دخل. ومع كذلك الامر الحمايه هاي الفرنسيه للمغرب تشملها على ما اظن كمان 2056، على ما اظن. لا يا لا وقف. لا انت الكلام اللي بتحكي، لا الكلام اللي لا الكلام الان اللي انت بتحكي فيه في انتقاد، وطلع لك مغاربه كذلك الامر في انتقاد. ليش؟ اسمع مني. ليش؟ لانه يا اخي العزيز كل الثروات المغربيه الان لا
لشركات فرنسية. أكبر مثال شركات السيارات كلها فرنسية المتواجدة في المغرب يا أخي العزيز. حتى البحر 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 اللي موجود في المغرب مش للمغرب. ليش؟ لأنه الأسماك كل اللي فيها لفرنسا. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني بتعرفش المثل اللي بقول لك الحرب خدعة؟ أنت بتعرف الحرب خدعة ولا ما بتعرفوش؟ دقيقة، استنى طيب، استنى الآن يا أخي العزيز نكون واقعيين. الآن المغرب فيش عندها ولا شهيد من أجل تحرير أرضها ومن أجل استقلال أرضها، لأنه كانت تحت حماية. لما الآن الجزائر نكون نعمل مقارنة بين المغرب وبين الجزائر يا أخي العزيز، الجزائر ما كانت مستعمرة استعمار، وكان عندها شهداء ضحت بدمائها من أجل من. لو سمحت يا أخي العزيز، ماشي، كلام جميل، كلام جميل، بس الآن نكون واقعيين بصراحة. الآن انه احنا كذلك الامر بنعمل مقارنه كذلك الامر بين فلسطين وبين الجزائر. الجزائر روت دماءهم الطاهره لارضهم، في عندهم شهداء، مليون ونص شهيد او 2 مليون شهيد، مزبوط ولا يا اخي العزيز؟ بس تعال نعمل مقارنه بينهم. دقيقه دقيقه يا اخي العزيز لو سمحت. كمان بتشكك في الشهداء؟ الشهداء بتشكك؟ دقيقة لو سمحتي يا سارة، لو سمحتي الله يرحم لك، لو سمحتي. اه الآن نكون واقعيين بصراحة يا أخي، نكون بواقعية طبعا. يعني معقول أنت حسب معلوماتك يا أخي العزيز الجزائر أخذت استقلاليتها بالحماية ولا بالدماء؟ تفضل. لا لا لا، عملاء ولا الخونة؟ بفرق في عملاء وفي خونة. أخذتهم لا، لو سمحت، لو سمحت، اخذته. لا دقيقة دقيقة بس، انا قلت لك في نقاط بوقف عندها ليش؟ عشان المشاهد ما يملش. انت الان يا اخي العزيز بتقول فرنسا اخذت العملاء معها، انت بتعرفش انه الخونة اللي هم طلعوا مع فرنسا، مش هي اخذتهم؟ تعرف الكلام؟ ليش؟ ما أه. 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 يعني انت تقصد الان دولة الجزائر دولة شعارات، مضبوط؟ اخي العزيز نكون واقعيين بصراحة، انت الان تتكلم عن دولة الجزائر اللي هي ضحت بدمائها، بدماء الشهداء طبعا من اجل الاستقلال، بتتكلم عليها انها دولة شعارات. انت بتعرف يا اخي العزيز انه حكومة. انا بدي اتكلم لك عن الحكومة، انا ما بتكلمش عن الشعب. الشعب شو دخل؟ اي نعم ضحى من اجل الاستقلال، هو ضحى بدماء شعبه. يعني مين الحكومة من الشعب والشعب من الحكومة؟ في الجزائر الحكومة من الشعب والشعب من الحكومة. اكبر مثال عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري من ابن الشعب ما جابوهوش والله من برا. مين 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 نتنياهو قال له ايش؟ لا اله، وقف دقيقة. دقيقة الله يرحم والديك، دقيقة. هاي النقط هاي قوية جدا. انت بتعرف عند النقط القوية بقدرش داخليا بقدرش داخليا ما بقدرش امسك اعصابي بصراحة.
انت الان تتكلم في قاره، قاره بترجم على كلمه قاره. انت بتتكلم الان في المغرب، لو سمحت يا اخي العزيز، تتكلم في المغرب، انت قطعه بسيطه يعني جغرافيا تجيش مع احترام الشديد لك قد وهران او بجوز قد تلمسان، يعني مش دوله كبيره. المغرب دوله صغيره هيك ململمه، فهمت كيف علي؟ يعني مش دولة 14 قرن، فيش عندها تاريخ، فيش عندها حضارة، دولة صغيرة. يعني العثمانيين أيام ما دخلوا. أعطينا هات، شو في تاريخ مدى، أعطينا تاريخ نشوف شو بتعرف معلومات في التاريخ بصراحة، تفضل. أها. لا لا لو سمحت، تفضل. لا إله إلا الله. دقيقة يا أخو التونسي، الله يرحم والديك. دقيقة، اضطر انزلكم من بعد ارجعكم. خلينا نفهم، خلينا نفهم. بدي افهم انا كيف اخوي الفلسطيني جاب المعلومات هاي بصراحة. تفضل. وقف. دقيقة الله يرحمه، هذا انت التاريخ انت مريت من جنبه بجوز. شو تاريخ قبائل عربية؟ انت بتعرفش الامازيغ؟ الامازيغ مش عرب بربر؟ مش عربهم. ماشي. انت الان اخي العزيز، الله يرضى عليك يا ربي، عشان تصل المعلومة للمشاهد بشكل جميل. ماشي. انت الان لما تتكلم او بدك ترجع للتاريخ من اول التاريخ، بدك تذكر انه التاريخ كانت الحضارة امازيغية، ولا ما كانتش عربية. تفضل. ماشي. يعني افهم من كلامك. دقيقة. افهم من كلامك الان امبراطورية الصين العظيمة ما بتنقاسش لا بمساحتها ولا بعدد سكانها. قديش؟ 350 الف ايش؟ يس. اها. بس بدي اسالك سؤال بعيدا عن الموضوع التاريخ والشغلات هاي. المرة الماضية البنت المغربية أول ما طلعت قالت طلع جوزي. شو قصدها في كلمة طلع جوزي؟ بعدين نزلتني، بعدين نزلت هي، بعدين أعطيني جوزي. لو سمحت لو خلنا شوي عشان تجاوب بطريقة جميلة. المرة الماضية البنت أول ما طلعت معنا وقالت طلع لي جوزي، مع إنها هي المغربية وأنت عايش بغزة، على كلامك أنت، ليش اتهمتك الاتهام هذا أو صرحت تصريح جدا قوي يعني إنه أنت زوجها؟ وبعدين رجعت أنت بعد أول ما مسكناك طبعا من الطرف الموجع، طبعا قلنا لك خلي زوجتك تتكلم معاك تتكلم معانا من جنبك، قلت لا هاي صديقتي أنا بعرفها عن طريق الفيس أو الشغلات هاي، أنت الله أعلم. ليش عملتوا اللعبة هاي بصراحة؟ لا مش موضوع. أنت لا. احنا الآن وصلنا اللعبة ليش اللعبة؟ عشان دفع المغرب. عشان دفع المغرب. ده لا عشان انت الان لما طلبت جيست عشان تورجي تثبت. بصراحة انت طلبت جيست عشان تثبت لها انك انت بتحبها، مزبوط ولا لا؟ بصراحة. هي مش زوجة بتحكي معك. بتحكي معك على الخاص واتصالات واتساب. دقيقة. لا دقيقة يا سارة لو سمحتي انا هسه بعطيك الكلمة. تخافيش على الفلسطيني اخوك، ما تخافيش علي. الان
بعدين بعدين لا لا تتدخلش. يا الله يا رب، اسمع مني يا شعيب، شعيب ما تتدخلش في البنت. خلاص انا بتكلم معك انا، ايش بدك في البنت؟ انت خليك معي انا. انت الان لما طلعت معي انا البنت في اللايف قالت هذا حبيبي وجوزي. يعني في وحده متزوجه شريفه عفيفه نظيفه بتطلع بتقول طلع حبيبي جوزي؟ مش منطقيه يعني. خلينا ساكتين. لا بس مش على اللايف يعني قدام الناس، يعني بجوز تكون خلوية. لا لا لا، ما اظنش لا ما اظن. يعني انت بتقصد انها حبتك وحبيتها عن طريق الفيسبوك، ما شاء الله عليك، وصرت حبيبة وصرت جوز عن طريق الفيسبوك. شو العلاقة بقى بصراحة؟ شو العلاقة الآن؟ شو العلاقة اللي بتربطك انت والمغاربة؟ بصراحة العلاقة اللي بتربطك انت والمغاربة. لا لا لا، بعيدا لا، بعيدا عن الشعوب، مش بدنا في الشعوب العربية ثلثين مخونة. انا انا بقول لك ثلثين الشعوب، ثلثين حكام العرب خونة. انت الان انا سالتك سؤال بدي اياك تجاوبني عليه بمنطقيه كذلك الامر. انا بسالك شو علاقتك انت بالمغرب؟ ليش بتحب المغرب انت؟ تفضل. كلام جميل. يا الهي. انت 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 عكست الدنيا، بتعرف الكلام ولا لا؟ عكست، في عندك معاكسات. يا اخت العزيز، يا أخت العزيزة دقيقة، يا أخت العزيزة دقيقة، يا بنت الناس لا إله إلا الله. من لا يو طبعا طبعا، لو سمحت لا لا لا، لو سمحت لا 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 يا أخت العزيزة، الله يرحم لك الوالدين. طبعا احنا بنرجع، اسمع مني انا مع احترامي الشديد طبعا لاختي ساره، بدي اضطر انزلها من اللايف لانه في موضوع في راسي اكبر من هيك بكثير. وكذلك الامر اخونا الجزائري بدي اضطر انزله من اللايف. اها، لانه انا في موضوع لو سمحتوا. طبعا اخونا اسامه الفلسطيني، وين اسامه الفلسطيني؟ اما نعمل حوار فلسطيني وبعدين بنطلع اخونا الجزائري يدافعوا كل الحريه لهم. تفضل يا اخوي اسامه. دقيقة، احنا بنتكلم الآن في نقاش جميل. أنت الآن اتهمت الجزائر إنها دولة شعارات، وإنهم باعوا دينهم باعوا دنيتهم، وهذا. نعطي الكلمة لأخونا أسامة، بلكي في أسامة عنده معلومات أخرى. تفضل. صح. لا، دقيقة أسامة لو سمحت. طبعا بدي أقاطعك في هذه المعلومة لو سمحت، لو سمحت طبعا. طبعا أخوي، خلي أسامة يتكلم. طيب شعيب خلص، حبس المكر. لا لا حسام، يا دقيقة شعيب، أنا احترمتك. أكون محترم عشان أنا بديش أتكلم معك بأسلوب مش منيح بصراحة، بغض النظر. أنت الآن نزلت كل الدنيا عشانك أنت، وطلعتك معي في اللايف واحترمتك وأعطيتك مقامك وزيادة. بصراحة لازم ترد الاحترام. احترام ضيفي أسامة، وأنت ضيفي، بكن لك كل الحب وبكن لك كل الحب. في عندك مغالطات جدا قوية بدنا نصححها، بدنا نشوف أسامة بلكي في عنده تصحيح لمعلوماتك هاي. حبس الميكروفون شعيب، دقيقة لو أسامة لو سمحت. حبس الميكروفون شعيب بعد إذنك طبعا. وكل الحب والاحترام لك أخي العزيز، الله يرحم لك الوالدين. تفضل يا أخوي أسامة، تفضل عندك المداخلة.
اها. لو سمحت، لو سمحت، لا 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 هو زي لو سمحت شعيب، لو لا لا اللي في اللايف ما بتكلمش عنك، تفضل. انت من حقك تدافع عن نفسك، كذلك الامر. اه.
زمن الدولة العثمانية طبعا. مظبوط. يعني أفهم من كلامك يا أخي أسامة الآن إنه شعيب إنسان مسير. فذلك الله لنا. من رأى أخي العزيز شعيب بدناش. ذلك أضعف الإيمان. ذلك أضعف الإيمان يا شعيب حبس يا شعيب الله يرضى عليك يا حبيبي أخي العزيز خلي. الحمد لله الدعاء أحسن من الصمت يا أخي العزيز. تفضل يا أسامة. مهم. 50 دولار.
هل أنت أفهم من كلامك يا أسامة لو سمحت الآن، أفهم من كلامك إنه كانوا خونة. أنا نتكلم عن النظام العلوي كله خائن. نسيت اسمه.